دكتورة بُصّي، أنا جاية لِك ويعني خلاص أنا تعبت، رقبتي وجعاني وعندي صداع ومش عارفة أنام، بجد وجع الرقبة ده مُزعج جدًا، شوفي لي حل. بصراحة معاكِ حق، يعني وجع الرقبة ده قادر يوقّف يومنا كُلّه حقيقي، ولا بنعرف ننام ولا نعرف نشتغل، هو وجع مزمن ومؤلم طول الوقت. وعلى فكرة وجع الرقبة ده ممكن يخلّينا نحس بحاجات كتيرة جدًا، غير اللي أنتِ قُلتيه طبعًا، يعني اللي أنتِ قُلتيه ده بييجي لنا وشوية حاجات كمان ممكن نضيفها، زي إيه بقى؟ وجع الرقبة لمّا بييجي بننام ونصحى بيه وهو لسه ما راحش، عندنا صداع ودوخة موجودين أغلب الوقت، وجع في عضلات الرقبة، حتى مش عارفين نتحرك أو نحرك رقبتنا بشكل طبيعي، حتى ممكن يسمع في كتفنا ويوصل لغاية صوابع إيدينا، تنميل وكهربا ونبح، كل ده ممكن فعلا نحس بيه. طيب إيه بقى سبب كل الأعراض اللي إحنا بنحس بيها دي؟ علشان ببساطة رقبتنا دي شايلة هموم والله، شايلة حوالي لوحدها من 5 ل8 كيلو، وهو ده وزن الراس بتاعتنا. طيب وإحنا بقى بنعمل فيها إيه على مدار يومنا العادي؟ قاعدين طبعًا على المكتب، على اللابتوب، على الموبايل، لدرجة إن إحنا ممكن نوصل ل8 ساعات أو أكتر قاعدين في نفس الوضعيات دي، وكمان بنستخدم مخدات مش مناسبة في النوم، ولا مناسبة لوضع رقبتنا. وطبعًا من أشهر المشاكل لوجع الرقبة ممكن يكون الغضروف اللي بييجي في الفقرات العنقية، أو حد عنده روماتويد، أو حد اتعرض لحادثة، أو إصابة قديمة، أو حد مارس رياضة بشكل عنيف، أو عنده التهاب في الأعصاب، وممكن يكون كمان عنده التهاب في الجيوب الأنفية. كل ده ممكن يكون أسباب للوجع اللي بيجي في الرقبة. الفيديوهات الجاية هنتكلم بالتفصيل عن كل أنواع وجع الرقبة والأسباب بتاعته وإزاي نعالجه من خلال العلاج الطبيعي. كده النهاردة معلوماتنا خلصت، أشوفكم في فيديو جديد.